انا عارف القناة بتاعتكم دي وبنتي تريز شغالة فيها، لكن في الحقيقة وصدقيني انا مش هصور معاكم. ارجوك يا اخ لطفي، خد الكاميرا بتاعتك وامشي من هنا. انا مش فاهمه انت زعلان ليه يا استاذ لمعي؟ احنا جايين هنا عشان خاطر ندافع عن حضرتك. سيبهم يا لمعي يصوروا عشان الحكومه تهتم وتجيب لك العيال الحراميه اللي هربوا دول. حضرتك مش فاهمه اي حاجه، انا هفهمك. انا راجل تاجر في السوق، وعادي ان المحل بتاعي يتسرق. الدنيا ما خربتش. اهو الحاج احمد من شهرين المحل بتاعه اتسرق، وكل المحلات اللي حضرتك شايفاها دي وقفت معاها. انا جريت وراهم لحد اخر الشارع بس ما لحقتهمش. والله العظيم يا عم لمعي لو كنت لحقتهم لو كنت سلمتهم لك تسليم اهالي. سمعتي؟ شرفت يا بنتي. ما نجيلكوش في حاجه وحشه. يلا بينا. براحتك يا استاذ لمعي. على فكره احنا جينا هنا بس عشان خاطر تريز، وتريز هتردها لحضرتك في اقرب فرصه في عيد ميلادك او يوم جوازك ان شاء الله. شكرا يا عم. سعيده مبارك يا بنتي. هو في ايه يا لمعي؟ دلقت الناس دي ليه؟ هم جايين ياخدوا منك فلوس ولا حاجه؟ يا ريت كانت تيجي على الفلوس يا حاج احمد. الجماعه دول من قناه اسمها النور المقدس، وانا فاهم هم بيعملوا كده ليه. يعني هيعملوا ايه يعني؟ هيقولوا ان محلات المسيحيين في مصر بتتسرق ويدخلونا في حوارات ملهاش اي لازمه. يعني معقوله يا جماعه بعد ما تكونوا وقفتوا معايا الوقفه دي زي الاخوات واكتر، ينفع بعد كده انا ابقى قليل الاصل واتكلم عليكم كلام فارغ؟ اصيل يا لمعي، ده احنا عشره عمر واكلين مع بعض عيش وملح. وانا كنت بتكلم مع جماعه بره، لو الحكومه ما عرفتش تجيب لك الذهب اللي اتسرق منك هنلم من بعضينا ونعوضك خسارتك.